السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أقرأ لكم نص عادات من الأوراس، الصفحة 103 من كتاب اللغة العربية. يلا نبدأ. عادات من الأوراس. في تلك المنطقة العالية الشامخة جبالها اعتادت سيرين قضاء أيام عطلتها عند جدتها بريف الأوراس. استيقظت الفتاة مع جدتها عند شروق الشمس ورائحة خبز الشعير تعبق الدار، فاستمتعت بأكله مع حليب البقرة. خرجت للتجوال في أرجاء المروج المجاورة، تمددت على عشب الأخضر وشكلت من الأزهار باقة زاهية الألوان. وبينما هي كذلك سمعت صوت جدتها يناديها: تعالي يا سيرين. ردت سيرين: نعم يا جدتي، إنني قادمة. الجدة: اذهبي إلى بيت الخالة رمانة وأحضري الغربالة. ما هي إلا لحظات من عودتها حتى بدأ البيت يعج بالنسوة ورحن يتقاسمن الأدوار. فريق يفرز الدقيق ويغربله بالغربال، وفريق يقوم بتحريكه داخل القصاع بسكب قدر من الماء شيئا فشيئا. أما الجدة فكانت منهمكة في تحضير يوبة الغداء. قالت سيرين: رائحة شهية، ما هذا يا جدتي؟ الجدة: طبق عيش بالخضار واللحم المقدد. أكل يوم تحضر الخالات عندك هكذا؟ لا يا صغيرتي، نجتمع كل مرة في بيت نفتل الكسكس لندخره لأيام الحر أو البرد وصعيق الشتاء. هذه عادات منطقتنا. أنت نحلة نشيطة يا جدتي، تستحقين هذه الهدية. ثم تقدمت منها وقبلتها وأعطتها باقة الأزهار، فتعالت ضحكات النسوة في أرجاء الصواني وكلهن جد وكد يفتلن الكسكس ببراعة وهمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أقرأ لكم نص عادات من الأوراس، الصفحة 103 من كتاب اللغة العربية. يلا نبدأ. عادات من الأوراس. في تلك المنطقة العالية الشامخة جبالها اعتادت سيرين قضاء أيام عطلتها عند جدتها بريف الأوراس. استيقظت الفتاة مع جدتها عند شروق الشمس ورائحة خبز الشعير تعبق الدار، فاستمتعت بأكله مع حليب البقرة. خرجت للتجوال في أرجاء المروج المجاورة، تمددت على عشب الأخضر وشكلت من الأزهار باقة زاهية الألوان. وبينما هي كذلك سمعت صوت جدتها يناديها: تعالي يا سيرين. ردت سيرين: نعم يا جدتي، إنني قادمة. الجدة: اذهبي إلى بيت الخالة رمانة وأحضري الغربالة. ما هي إلا لحظات من عودتها حتى بدأ البيت يعج بالنسوة ورحن يتقاسمن الأدوار. فريق يفرز الدقيق ويغربله بالغربال،
وفريق يقوم بتحريكه داخل القصاع بسكب قدر من الماء شيئا فشيئا. أما الجدة فكانت منهمكة في تحضير يوبة الغداء. قالت سيرين: رائحة شهية، ما هذا يا جدتي؟ الجدة: طبق عيش بالخضار واللحم المقدد. أكل يوم تحضر الخالات عندك هكذا؟ لا يا صغيرتي، نجتمع كل مرة في بيت نفتل الكسكس لندخره لأيام الحر أو البرد وصعيق الشتاء. هذه عادات منطقتنا. أنت نحلة نشيطة يا جدتي، تستحقين هذه الهدية. ثم تقدمت منها وقبلتها وأعطتها باقة الأزهار. فتعالت ضحكات النسوة في أرجاء الصواني وكلهن جد وكد يفتلن الكسكس ببراعة وهمة.